صباح الخير والسعادة، عاملين ايه؟ اول فيديو في السنة الجديدة. السنة الجديدة بادئة بقالها ايام، يا رب تبقى سنة بركة. اللهم اجعل هذا العام عام كده خير وبركة وسعادة ورضا وراحة بال، ويرزقنا كل حاجة حلوة، وكل اللي محققش حاجة في 2023 يا رب يحققها السنة دي ان شاء الله. يسعد قلوبكم جميعا ويحل ايامكم ويشفي كل مريض، وكل حاجة حد محققش حاجة يا رب يحققها السنة دي. يخلي لكم بيوتكم وأولادكم ويحفظكم من أي شر، وينجح ولادنا جميعا يا رب، ويسعدنا ويسعد كل الناس كلها والعالم كله يا رب، يبقى سعيد وفرحان ومرتاح البال كده يا رب. يلا بقى نشوف المطرة اللي مطرت من يومين، بهدلت لي الدنيا. الحمد لله انا كنت منظفة الجنينة، فالحمد لله السلالم كده يعني اتغسلت على غسلانها، يعني انا غسلاها بكلوريكس كده ومنضفاها بميه ومسحها بمساحة، فما شاء الله المية لما مطرت يعني لمعتها اكتر، زادتها لمعان، بس مش عليها تراب ولا حاجة الحمد لله. الدنيا بقى بتمطر والجو بيشتي، يعني الجو بصراحة صعب جدا، تلج. كنت بوريكم بس من شوية كده، لو في جهاز عندكم في البلكونة اي حاجة يا ريت تغطوها بمشمع كده، يكون عندكم قديم او حاجة، وتقلوها بحاجة كده عشان المشمع ما يطيرش ونحافظ عليها. هنا برضو بوريكم المية مغرقة السور ازاي، ومالية حمام السباحة ما شاء الله، والارض والنجيلة، الدنيا كلها، وكمان ساقت الزرع. عندي صبارتين كده اتسقوا من كتر المطرة ما مطرت، فاتسقوا من المية. هنا بقى برضو حبيت اقول لكم ان الغسيل اتبل، وانا جريت طبعا بسرعه، ملحقتش اصور لكم وانا بلمه. قلت الحقه بسرعه، دخلته جوه في الريسبشن ونشرته على الكراسي بتاعه السفره، هتشوفوه دلوقتي معايا. قبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو في حد جديد ياريت يبعتلي في الكومنتات عشان ارحب بيه واقوله ان هو منور القناة. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. بس قبل برضو اي حاجة، في حاجات غيرتها في حياتي في 2023. بطلت اجي على نفسي، وبطلت كمان اقعد مع ناس ملهاش لازمة، وبطلت اقعد قعدات فيها نفاق. يعني بطلت حاجات كتير قوي انا كنت بعملها بصراحة، فبقيت اقعد مع الناس اللي بحبهم وبيحبوني وكمان بيقدروني، هي دي بس الناس اللي انا بحب اقعد معاهم. انا الغسيل اللي بقولكوا عليه ما ينفعش نشيل الغسيل لو في حاجه مبلوله بسيطه، او حتى مندي ما ينفعش اشيله في الدولاب، ان شاء الله تسيبيه كده في الريسبشن. عادي جدا تنشريه على الكراسي، اهم حاجه ما تشيليش غسيل مبلول ابدا، هيبقى ريحته مش حلوه خالص. عايزه اقول لكم برضو ان انا عندي ترتيب لاولوياتي، بيتي اهم حاجه، وولادي وجوزي واهلي وصحابي وحبايبي وجيراني وكل الناس دي طبعا مهمين بالنسبة لي، ربنا ما يحرمنيش منهم ابدا. منظر انا ما احبش كنتوا تشوفوه ابدا، ولا انا عايزة اشوفه، دي اوضة بناتي يعني ربنا يهديهم. شايفين المنظر؟ بس انا سامحهم بس عشان خاطر هما في امتحانات وما عندهمش وقت يروقوا ولا يظبطوا اوضتهم، بس كده هسامحهم المرة دي بس. هظبط لهم الاوضه بقى، هم بره في دروس، فانا ايه هظبط لهم الدنيا، بس قبل ما اظبط لهم الدنيا هظبط دماغي الاول، واعمل فنجان قهوه كده واروق دماغي، واقعد 10 دقايق ربع ساعه اشحن طاقتي كده واخد باور، عشان اقوم اشوف الاوضه دي هعمل فيها ايه. علمت بقى في سنه 2023 في اواخرها كده ان انا مش هاجي على نفسي تاني ابدا، هعمل في حياتي غير اللي يبسطني ويريحني، اتعلمت اتبسط وبس. بس كده، انا حبيت اقول لكم الكلام ده عشان كان لازم اقوله لكم. دي طبعا ترتيب لاولوياتي، وعملت نوتس كده لنفسي وبكتب فيها كل حاجه بتيجي على بالي او هتيجي على بالي او بفكر فيها او عملتها او هعملها. بجتهد جدا ادي لنفسي وقت اعمل الحاجات اللي بحبها وبموت فيها وبتريحني نفسيا. أنا الحمد لله بقالي كام سنة بحاول ادي لنفسي وقت وبعمل كواليتي تايم كده لنفسي، بس اتعلمت ان انا ادي لنفسي وقت اكتر يعني. اتعلمت ما اجيش على حساب نفسي ولا حساب صحتي. قولوا لي بقى انتوا اتعلمتوا ايه السنة اللي فاتت عشان نتعلم من بعضينا. السنة الجديدة بقى قبل الساعة 12 وبعد الساعة 12. أنا قبل الساعة 12 بصلي ركعتين حمد وشكر على إن ربنا كرمني السنة ديت، وما حصلش حاجة يعني أذتني أو نفسيا، الحمد لله على كل حاجة. وببتدي كمان السنة الجديدة بركعتين عشان ربنا يبارك لنا في السنة الجديدة. يا ريت انتوا كمان تكونوا بتعملوا كده. مطرة تمطر شوية والشمس تطلع شوية، ألحق أصور لكم حاجة في الشمس، بحب الشمس والتصوير فيها بيبقى هايل جدا. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه، نشيل الهدوم دي والملايات ونغير الدنيا.
وهي معلماهم ومربياهم ان هم نازلين من البيت او يقوموا يغيروا هدومهم، يا اما لو هيلبسوها تاني يعلقوها على الشماعة، يا اما يرموها في باسكت الغسيل. بس للاسف بقى كانوا نازلين مستعجلين، فانا بقى ايه قلت اعمل لهم مفاجأة واكافئهم عشان يعرفوا يذاكروا كويس ويبقوا مرتاحوا كده نفسيا وهم بيذاكروا، تبقى الأوضة مرتبة شوية على قد ما اقدر اعملها. بصراحة مش هقدر ازق السراير لان انا دراعاتي مش بتقدر بصراحة تزق تسريحة سراير، تزق مكتب، لا مش بقدر بصراحة اعمل كده. بس ممكن حد يزقلي وانا انضف تحت الحاجات، مفيش اي مشكلة. بس انا كنت لوحدي في البيت في الوقت ده، فبصراحة ما لقيتش حد يزقلي المكان السرير والتسريحة، فانا بقى هعمل من على الوش كده وخلاص. لكم عن الكفرات بتاعت السرير، اوعوا تشتروا مراتب من غير كفر، تشتروا مرتبة تشتروا معاه الكفر، هتحافظوا على المرتبة العمر كله. والكفرات دي برضو انا مش فاكرة جبتها منين، بس هي ليها ووتر بروف من تحت، فعامل زي جلد كده، فبيحمي المرتبة تماما من اي بقعة. انا الملاية دي بقى عندي من زمان بصراحة، هي المجد، بس هي اسمها المجد الماركة بتاعتها، بس معرفش في منها دلوقتي ولا لا، بس القطن بتاعها حكاية بجد. بس انصحكم يعني لو بتجهزوا اوضه اطفال او حاجه بلاش رسومات، بس كده العيال لما بيكبروا ما بيبقوش حابين الحاجات اللي ام رسومات دي، هم عايزين ملايات ساده او ملايات عليها حاجات سيمبل كده وبسيطه، ما فيهاش بقى دوشه كتير وكده. بس طبعا احنا ما بنرميش حاجه وبنحط اللي يريحنا، ومش مهم الشكل خالص، ان عليها دباديب وبطوط وميكي وكده، فعادي جدا هي لايقه مع ديكور الاوضه. مش بطاله هفرشها بقى، انا بقالي كتير ما فرشتهاش، وهي كانت في اخر تحت الملايات وكانت متطبقه مش حلوه قوي، فبصراحه كرمشت، بس هتتفرد يعني الزمن هيفردها. بس هنا بقى بفك بقى الكفرات وبحاول بقى احط كفر. بقالي يعني 4 5 سنين كده لاغيه فكره مخده طويله ومخده صغيره خداديه، يعني انا لاغيه الفكره دي تماما. انا حبيت من كتر ما شفت الملايات التركي بصراحه، فحبيت ان ايه مبيجيش معاها اصلا مخده طويله خالص، مش بلاقي اللون نفس اللون، فبحاول اشتري وادور مخدات لوحديها، اشتري كيس مخده طويل لوحده واحطه. انا بقى لغيت الفكره دي من ساعه ما عزلت، وانا لغيت الفكره دي تماما. كل المخدات اتنين اللي هي اسمها خداديه، بس كده الاتنين ورا بعض. طبعا بقى بنتزنق طبعا، ما بيبقاش طبعا كيس الملايه جاي معاه كيس مخده واحد منقوش، فدايما بقى عندي بيزك على طول اللي هو الالوان الساده، حاطه مخده لونها اساسي بيليق على كل حاجه، زي الرمادي، الابيض، الاسود، كده يعني. اشوف ايه اكتر الوان بتليق على كل الملايات واجيب منها كده لوحدها، بتتباع اونلاين في جوميا واماكن كتيره، كنت ببعت اجيب منهم، بصراحه بينفعوني قوي. هنا طبعا الباسكت ورامين طبعا حاجات ما شاء الله، وكل حاجة في كل حتة، يعني الدنيا بصراحة صعبة قوي يعني. قد ايه فرحت لما روقت لهم الأوضة كده وجم انبهروا بيها، يعني حرام اروق الشقة كلها وما اعمل لهمش اوضتهم، لا بجد صعبوا عليا، ربنا يعينهم يا رب وينجحهم. البطاطين لما تيجوا تشتروها ما تشتروهاش منقوشة، انا بدور بقى على الحيفة او بطاطين سادة، انا عايزة اجيب سادة، خلاص زهقت من الالوان وبتبقى مزعجة وبتعمل دوشة. فانصحكم لو بتشتروا خليكوا في السادة، عمر ما موضتها بتبطل خالص، لا ملاية ولا بطانية ولا لحاف. بس كده حبيت اقول لكم المعلومات دي عشان افيدكم والحقكم قبل ما تشتروا. كفر طبعا انا بغسله مرتين في السنة، مش بغسله دايما طبعا، بيستحمل كتير وبيحمل مرتبة جامد. عايزه اقول لكم برضو ان الغرفه ديت انا شارياها من زمان من رياضكو، معرفش لسه فاتح ولا قفل، هو كان في عباس العقاد، كان محل تحفه جدا للاساس، وكان معظمه اوض اطفال. انا جبت برضو الاوضه دي كانت ما شاء الله محايده من قبل ما اتجوز، فانا جايباها محايده، يعني هي الحمد لله، ولا بقى شكل ميكي ولا شكل فستان ولا شكل بيعبر عن بنت او ولد، لا انا جبت الاوضه بيزك كده، اللون ده اصفر وفي كده يعني قطعه كده عامله زي الستانلس ستيل فضي، ما شاء الله جميله. وبغسلها بقول لكم بمسحوق الجل، مش قادره اقول لكم بيبقى ريحتها وجمالها، لو فيها الوان فيها جاف فيها بقع بتطلع ما شاء الله، وجميله جدا وعمليه، وفيها صحاره كمان حلوه جدا، هبقى اوريها لكم بس في فيديو تاني. دي المخدة البيزك اللي بقولكوا عليها، مثلا جراي بيليق على كل حاجة، الابيض برضو بيليق على معظم الحاجات، الاسود نفس الكلام. فانا بقولكوا ان المخدة اللي ورا اللي هي الخلفية دي انا بجيبها لون سادة، بيليق بقى على كذا بقى ملاية عادي جدا. نفسي اصب لهم الشباك بس بجد تعبت،
اليوم ده كنت عاملة حاجات كتيرة وكان نفسي برضه اصبن لهم البقع اللي في الحيطة بس ما قدرتش، بس يلا كتر الف خيري. طوع ويعمل حاجة وست البيت مش واجب عليها خالص ان هي تعمل، هي بتعمل بمزاجها. فكتر الف خيري ان انا عملت كده، وهم طبعا لبسوا جواكت ورمولي الشماعات. انا بقى برجع لهم الشماعات في الدولاب عشان يجوا يلاقوا الدنيا مرتبة. المفروض بقى اجيب مكوى واكوي بس انا مش هكوي، هم يناموا عليها يجوها ان شاء الله. احساس بقى تغيير الملاية دي وانك تنامي عليها كده بعد ما تتغير احساس تحفة، ويا سلام لو غسلاهم بقى بحاجة كده ريحتها حلوة بيبقى احساس جميل اوي. ربنا يقوينا جميعا ونعمل كل حاجة حلوة ويجعله في ميزان حسناتنا يا رب كلنا. تقعدي تفكري وتقولي لا الأوضة منعكشة ده مستحيل أعملها، طبعا ده بيصعب عليك الترويق. فإن كل حاجة تتحط مكانها ده بيسهل كويس جدا إنك تقومي وتشجعي وتروقي، بس ما تكسليش خالص ولا تقولي الجو ساقعة. بتبقي قاعدة فعلا بتتفرجي على التلفزيون ولا قاعدة في مكانك كده في الانتريه وقاعدة عمالة تقولي لا انا هعمل ليه الجو ساقع، لا ما احطش ايدي في مية، لا 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 ما روقش، لا ما اعملش. لا بجد لما بتقوموا والله بتشجعوا وجسمكم بيدفى لدرجة انكم ممكن تلبسوا خريفي، يعني مش شتوي طبعا ولا صيفي، بس خريفي. بتحسي ان انت جسمك فعلا وتنشطتي كده وعملتي حركة. فربنا يقوينا يا رب. لازم بقى طبعا اعطر الاوضه واحط لها بخور كده عشان احس ان انا فعلا روقت. دي كوبايه كارما، كارما ما بتشربش ميه خالص خالص، وانا بقعد ازعق لها واقول لها الميه وشك هيجيله وقع وجفاف وكده. فخدت بقى الكوبايه دي، ما كناش بنستعملها غير في الصيف في الايس كوفي وكده، فاستغلتها بقى اسوأ استغلال، ملياها بقى وحطها جنبها كومودينو كده تقوم تملاها وترجع تشرب. فدي برضو معلومة ان انتوا لو ولادكم مش بيشربوا جيبوا لهم كوبايات حلوة وقمر كده يشربوا فيها. واوعوا تتريقوا على السيراميك، السيراميك ده انا عاملاه من سنين، كان طالع موضة، كان كل سيراميكا كده لون، فانا حبيت الاوضه صفرة ففيها الوان كده. فعشان كده عملت النقاشه عملتها اوف وايت، ما شاء الله لايقه على كل حاجه. والتابلوهات دي فظيعه جميله جدا بجد. وانا بصور لكم التابلوهات كده لمحت حاجه ملزوقه على الحيطه. كارما برضو الشقيه هي بتحب تعمل اللي هي الملونه الحاجات دي ومبدعه فيهم، فانا بصراحه يعني تعبت من منظرهم واللزق ده خفت يعلم على الحيطه فشلتهم بقى كفايه عليها كده. تبقى بقى تلزق هي حاجات تانية حاجات غيرهم. شلت اللزق بقى وكنت خايفه جدا ان يكون يشيل الطبقه من البياض. بس كده سيمبل والدنيا بسيطة وحلوة. هما بقى ما يجوا يبقوا يروقوا تسريحاتهم وظبطت لهم المكتب كده على قد ما اقدر. يلا بينا نشوف هنعمل غدا ايه النهارده. قالوا بقى اقول لكم في نص كيلو جمبري هتعملوا حتة طاجن مكرونة هيخليكوا كده دافيانين في الشتاء والسقعة والتلج ده. بجد طريقته سهلة جدا والولاد انبهروا واتهبلوا كده على جماله. اعملوه ما تقلقوش خالص، الجمبري مش هيطلع زافر مع المكرونة ولا مع الطماطم. بس تعالوا بقى شوفوا التفاصيل. انا هنا جبت مية بتغلي، وطبعا عشان نسرع غليان المية بنحط لها شوية ملح، وما بحط الزيت ابدا على المكرونة هي بتتسلق. انا بقى حبيت اعملها مكرونه اقلام وسبتها بقى تستوي نص سوا كده، مش هنهريها قوي عشان لسه هتاخد شويه في الفرن ربع ساعه تلت ساعه، فمش هتك عليها في السوا قوي، يعني نص سوا كده واصفيها. اول حاجه بقى هجيب مكعب من الزبده او معلقه سمنه، يعني اي ماده دهنيه عندك، عايزه تعمليها بزيت اعمليها مفيش اي مشكله. هنا بقى حطيت المكعب الزبده هسيبه بس يدوب شويه. انا بقى بصراحة هي الاكلة دي تنفع بنص كيلو جمبري تمام. انتوا اعتبروا اللي قدامكم ده قشر، يعني القشر انا هشوحه، تخيلوا انتوا بقى. بس انا هنا طبعا هعمله شوربة جمبري لان ده نص كيلو تاني. انا بعمل وصفة تانية، يعني بحب اعمل وصفتين في وصفة. فانتوا اعتبروا الجمبري اللي قدامكم ده القشر اللي قشرتوه من الجمبري. طبعا مش هنحط في المكرونة جمبري بقشرها يعني مش هينفع. فهنقشر الجمبري كده. انا حطيت قشر الجمبري وحطيت عليه بصلايه صغيره وحطيت عليه طماطمايه برضو صغيره وما تقلقوش خالص. حطيت عليه نص قرن من الفلفل الحار وحطيت عليه معلقتين كرفس كده كانوا عندي في الفريزر. انا بحب اشيل الكرفس لاني مش بلاقيه دايما، فبحب اشيله في الفريزر، اغسله واصفيه كويس واحطه في كيس كده بيتقفل بمغناطيس كده، بيتقفل بطريقة معينة يبقى سهل الفتح عليا. اخد منه المكعب وتمام. اجيب بقى مكعب مرقة وده اختياري ورشة ملح اشوحهم بقى كويس. يعني اعتبروا اللي قدامكم ده قشر جمبري مش جمبري، بس انا بقى هعمله في الاخر هخليه شوربة جمبري، بس ملناش دعوة بالموضوع ده. انا قشرت النص كيلو جمبري سبته نص كيلو اللحم نفسه لوحده الجمبريات من غير ما تتقشر، والقشر خدته بعد طبعا ما اتغسل وبقى زي الفل. خدته وشوحته مع البصل والثوم
والكرفس والمكعب المرق وكل الحاجات دي. شوحتهم كويس والمكرونه حطيتها في المصفى اتصفت حلو. هنا اجيب مكعب زبده ادهن فيه الصينيه او الطاجن بتاعي. اول بقى ادهنه كده واوزعه على قد ما اقدر، وبعدين هجيب بقى مكعب زبده تاني او معلقه سمنه او معلقه زيت، اسيبه بقى يسخن حلو. وطبعا خايفه عليه يتحرق فهحط معلقه زيت كده عباد شمس. هنزل بقى عليه ببصلايه جوانح، معلقه كرفس كده عشان تطعم. الجمبري مع الكرفس بيبقى بجد خطير، او مع الاسماك عموما. قلت عليه بطماطمايه تانية بس مقطعه مكعبات، وما تستغربوش من الطماطمايه خالص عشان انا كنت بعملها وانا قلقانه عماله اقول ازاي جمبري معاه طماطم مكعبات وتشوح، هيبقى زفر، هيبقى عامل، هيبقى طعمه بجد خطير. بس شوحت بقى الكرفس كده مع الطماطم. الخطوه دي انا نزلت بمعلقتين دقيق، بس معرفش هما متصوروش ولا ايه اللي حصل. فانا نزلت بمعلقتين دقيق ونزلت عليهم بنص لتر من اللبن، او كيلو الا ربع من اللبن، او نص كيلو لبن وربع كيلو ميه. او يعني ظبطوا بقى الدنيا، شوفوا بتحبوا تحطوا شوربه، تحبوا تعملوا البشاميل ازاي. بس انا نزلت على الجمبري بمعلقتين من الدقيق، ونزلت عليهم بقى بكيلو الا ربع سوايل. اعملوهم بقى نص لبن ربع ميه ربع شوربه. هنا بقى بحط كبشتين شوربه من شوربه الجمبري اللي انا عاملاها، اللي هي اصلا فيها قشر الجمبري اللي عمرنا ما هنرميه، هناخد منه كل الطعم مع البصل مع الثوم مع كرفس مع مكعب المرق. فسبتهم بقى كل ده كانوا بيغلوا على النار. جبت منهم كبشتين 3. البشاميل ده انا ما حطيتش فيه مكعب مرق، فحطيت برضو مع اللبن وكده، سيبته عشان يدي طعم حلو للبشاميل ما يبقاش عادم كده. بس نزلت المكرونه عليه، قلبته كويس جدا، ونزلت عليهم بقى بالمكرونه وفضلت اقلب فيهم كله في حله واحده كده. فضلت اقلب مع البشاميل بقى وكل بقى، يعني المكرونه دخل جواها الصوص بقى طعمها فظيع. انزل بيهم بقى في الطاجن القمر دوت. وبعد كده بقى الفرن طبعا سايباه يسخن حوالي ربع ساعه كده. وبعدين عندك بقى شويه موتزاريلا كده او شويه شيدر او رومي او اي جبن عندك ممكن تسيح كده، تعملي الوش بقى هيبقى طعمه فخم جدا وخطير على الاخر. الجبن دي هتوديه في حتة تانية خالص. بس هحطه بقى في الفرن 10 دقايق ربع ساعة تلت ساعة بالكتير، احنا ضامنين ان كل حاجة مستوية فيه. قفلت الفرن على الشبكة كده وولعت المروحة من فوق عشان توزع الحرارة كويس، ولو مفيش مروحة برضو مفيش اي مشكلة. اخر 3 دقايق هتفتح عليه الشواية ياخد لون، ونخلي بالنا عشان الجبنة ما تسحش. جنبيه بقى طبق سلطة كده، ويا سلام لو تقطعوا السلطة كده نصاص وترانشات، بتتاكل اكتر من ان انتم مقطعينها مكعبات. خطير بجد. الطاجن نزل في قلبي منزلش في معدتي. 6 كيلو جمبري هتعملي كده طاجن محترم يكفي 5 افراد. ما شاء الله اللهم بارك. كان طعمه بجد رهيب رهيب، يعني بجد لازم تجربوه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، ويا ريت ما تنسوش اللايك لو وصلتوا لحد هنا. هسيبكم بقى مع المكرونه القمر دي، واروح انا بقى احضر لكم فيديو جديد ان شاء الله. بس كده وصفه سهله. اوعوا تنسوا تصلوا على النبي وانتوا شغالين وبتعملوا الاكل. انا طول ما انا شغاله بسمي الله وبصلي على النبي عشان الحاجه يطلع طعمها حلو وفيها بركه، تاكل بالف هنا وشفا. وانتظروني في فيديو جديد.